بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصريح ماركو روبيو أن المغرب تيتوفر على مخزون مهم من المعادن الاستراتيجية تيحط المغرب في لاجيو ايكونومي العالمي للمعادن الاستراتيجية. تنهضروا على إعادة التموضع ديال المغرب داخل سلاسل القيمة العالمية. هو الموضوع ديالنا في هذا الفيديو اللي هو عبارة على فيديو تقني اقتصادي جيو استراتيجي بالصياغة تانك تانك. غادي نبداو بالاطار المفاهيمي، يعني من الجغرافيا الاقتصاديه الى الجيو اقتصاد المدني. تيشهد النظام الدولي كما تعرفوا واحد الانتقال فاش في العلومه الخطيه، الشيء اللي يمكن التسميه ديالو باقتصاد السياده. اقتصاد السياده حيث ما بقاتش الكفاءه بوحدها تتحكم سلاسل القيمه العالميه، ولكن شكون اللي ولا الامان، القابليه السياسيه، قابليه الفصل. هنا هذا الامر ضمن في هذا الاطار تنهضروا على اعاده تصنيف المعادن الاستراتيجيه كاصول سياديه، ماشي مجرد سلع اللي تنبيعها، ولكن اصول سياديه، وفي نفس الوقت نسميوها اصول استراتيجيه. المعادن الاستراتيجيه يعني كعقد اختناق في سلاسل القيمه العالميه. في الاقتصاد الجيو استراتيجي تقاس قيمه المعادن ماشي بالندرة ديالو فقط، لا، ولكن بالموقع ديالو داخل السلسلة، درجة الاستبدال، زمن التعويض. هضرنا على مصفوفات التقييم الجيو اقتصادي فيعني في الجيو ايكونومي. نهضروا مثلا على معدن الفوسفات. معدن الفوسفات مرونة العرض منخفضة، قابلية الاستبدال شبه منعدمة، الحساسية الأمنية عنده عالية. إلا هضرنا على الكوبالت كمعدن، مرونة العرض عنده شديدة الانخفاض، قابلية الاستبدال ضعيفة. إذا هضرنا على الحساسية الأمنية عنده حرجة. النحاس على المستوى العالمي كمعدن هو المرونة ديال العرض متوسطة، قابلية الاستبدال محدودة. إذا هضرنا على الحساسية ديالو عالية. المنغنيز يعني كمعدن مرونة العرض منخفضة، قابلية الاستبدال محدودة، الحساسية الأمنية عنده متوسطة إلى عالية. المغرب هنا المغرب تيبان لك أنه تيتموضع في المربع، ولا في واحد المربع عالي الحساسية ومنخفض المرونة. بمعنى في إطار تموضع المغرب داخل منطق الفرانتشورين ولا الحليف المورد، تتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على مقاربات الحليف المورد عوض من الفري تراد التقليدية. علاش المغرب؟ اقتصاديا تكلفات استخراج فيه تنافسية، يعني من ناحية الفلوس مزيانة كاستثمار. احتياطات طويلة الأمد. سياسيا كاين استقرار مؤسساتي، ايضا سياسيا اصطفاف استراتيجي واضح للمغرب. لوجستيكيا موانئ متعدده الوجهات، قرب جغرافي من اوروبا، ايضا المحيط الاطلسي. المغرب تيتحول من كما تنسميو كونتري سابلير الى سيستيميك سابلير داخل المنظومه الغربيه. الى مشينا كرؤيه وتحليل جيو اقتصادي لتصريح ماركو روبيو تيتقرا كمؤشر سوق وماشي مجرد موقف سياسي. شنو الدلاله التقنيه اللي تقدر نقولها؟ ادراج المغرب ضمن قائمه الموردين الاستراتيجيين غير يعني المعادين. هذا تيوجد ولا تيدير التهيئه الارضيه للتمويل الامريكي، ضمانات استثمار سياديه، تحصين سلاسل القيمه من الصدمات الجيوسياسيه، سلاح العقوبات. المغرب والعناصر الارضيه النادره، يعني من الامكان الى الخيار الاستراتيجي، يعني تنقولوا ممكن ولا كخيار استراتيجي. بالرغم من محدوديه الاستغلال الحالي، الا ان المؤشرات الجيولوجيه تراكم معرفي تتفتح سيناريو ديال الاحتفاظ بالقدره دون استنزاف مبكر، انتظار لحظه الطلب الجيوسياسي القصوى، وهذه هي النظره البعيده. تنهضروا على المعادن السياديه الصناعيه، من الاستخراج الى الابغريدين. القيمه الجيو اقتصاديه القصوى ما تتحققش في الاستخراج، لا، في التكرير، المعالجه، الدمج الصناعي، ماشي الماده الخام. المغرب غادي يعني بواحد الثبات
من أجل تعظيم القيمة المضافة، تقليص التبعية التكنولوجية. بطبيعة الحال مشينا من الناحية ديال التفاعل الجيو-اقتصادي المدني والملفات السيادية، ففي التحليل الجيوستراتيجي ميمكنش تفصل هاد الأمور وهاد الموارد على السيادة. يعني تنهضرو على استقرار الأقاليم الجنوبية دائما تساوي استقرار سلاسل الإمداد بجميع الأنواع ديالها، وهذا الأمر تيخلق الاستقرار المغاربي. بطبيعة الحال كاين سيناريوهات 2035 حتى 2040 المغرب كهب جيو-اقتصادي ولا عقدة جيو-اقتصادية، مركز تكرير، عقدة توزيع، نفوذ تفاوضي مرتفع. كاين السيناريو الثاني هو مورد خام محسن، قيمة مضافة محدودة، نفوذ متوسط، وهذا ما بغيناش. ثم كاين السيناريو الثالث هو تعطيل استراتيجي، تاخر الاستثمارات، فقدان نافذه الفرص. السيناريو الاول شنو تيتطلب؟ سياسه صناعيه سياديه، تحالف التكنولوجيا، تحكم وطني في الرخص. بطبيعه الحال كخلاصه نقدروا نقولوا التقنيه التسريع ديال ماركو روبيو تندرج ضمن اعاده رسم الخريطه الجيو-اقتصاديه للمعادن الحرجه. المغرب ما تمش استدعاء ديال اللعبه، ولكن اصبح جزء من الهندسه ديالها، فعالم تدار فيه القوه عبر سلاسل القيمه. المغرب تنتقل من الهامش الى القلب. تحيه لكم جميعا، شكرا على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.